استنوا اوعوا تعملوا مكرونه وبانيه غير لما تشوفوا الوصفه دي. الطعم بجد هيجننكم. النهارده هنعمل مكرونه بالصلصه وبانيه، بس المكرونه والبانيه حكايه. جربوها بالطريقه دي بنفس الخطوات وهتطلع تحفه وهتعجبكم جدا. اول حاجه هنجيب حله ونغلي فيها ميه ونحط معلقتين ملح، وهنزل بالمكرونه. انا مستخدمه كيس اللي هو 400 جرام دوت بتاع الملكه، ونزلت عليها في الحله وقلبتها ووطيت عليها لما غليت عشان ما تلزقش في الحله، وبعدين صفيتها ونزلت عليها بميه ساقعه. دي طريقتي المضمونه ان انتي تطلعي مكرونه حلوه ومش معجنه ومش ملزقه. اول ما هصفيها واغسلها بميه ساقعه هنزل عليها معلقتين زيت. هقلبها حلوه قوي في الزيت عشان اضمن ان يعني لازم تضمني ان الزيت وصل لكل المكرونات عشان تفضل بنفس لمعتها، وتفضل فلافي وحلوة وطرية وجميلة. هتعجبكم جدا جدا، وهتفضل محتفظة بلمعتها لحد اخر. لو قعدتي لحد تاني يوم هتفضل محتفظة بلمعتها. بلاش نحط الزيت مع المية وهي بتغلي على النار. خلينا نحط خطوة الزيت بعد ما نصفيها وننزل عليها مية ساقعة. دلوقتي بقى هجيب البانيه عشان اتبله واحطه في التلاجة لحد ما اخلص الصلصة وبقية الحاجات اللي انا عايزة اعملها. انا جبت طبق حطيت فيه معلقه بصل بودر وتوم بودر وشويه كمون صغيرين والسبع بهارات ومرقه دجاج وشويه خل ونص ليمونه. بس كده، انا مش هحط حاجه تاني. ممكن نحط حاجات كتيره جدا، بس انا عايزه نعمل النهارده بانيه باقل خطوات واسهل خطوات. الناس كلها تتعلمها وتعرف تعملها بسهوله. حتى لو انتي ساكنه في مكان بعيد ومش عندك توابل، هتعرفي تعملي مكرونه طعمها حلو. كل الحاجات دي هي دي اساسيات، ممكن حتى نشيل منها حاجات كتير. انا لا رضيت احط بصل ولا رضيت احط توم ولا يعني في التتبيله هي التتبيله دي وبس. طبعا في ناس كتيره بتتبل البانيه في ميه بصل او بصل نفسه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم ومش هتحسوا باي فرق. لو عندك معلقة كاتشب حطيها، معلقة مستردة حطيها. المستردة تخلي البانيه بعد ما يتحمر كده لونه مصفر. الكاتشب هيخليه لونه اصفر محمر كده. لو حطيتي معلقة من دي ومعلقة من دي هيدي لون اورنج. انا حبيت اعملها بأقل الامكانيات اللي موجودة في البيت علشان الناس كلها ما تكسلش تعملها، لان هي سهلة قوي 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 وطعمها تحفة، طعمها يجنن بجد. خدوا بالكم، انا عملت قطعة قطعة كده تبلتها في البانيه. ما عملتوش كل مرة واحدة عشان كل قطعة يعني تمسك في التتبيلة. خلصت الكمية كلها. وبرضو عايزة اقول لكم على حاجة، اوعوا تستقلوا بكمية التوابل اللي محطوطة مع البانيه، لان هي بتزيد لما بتتحط في التلاجة. هتطلعيها هتلاقيها زايدة. سيبيها في التلاجة شوية عقبال بقى بنغسل الطماطم ونقطعها. انا جبت طماطم، كانت طماطم عندي حمرا وشكلها حلو. مسكتها كده غسلتها غسلة كويسة بمية وخل. سبتها شوية في المية والخل، وبعد كده جيت فتحت الحنفية عليها وابتديت اغسلها كده واقطعها. بمناسبة الاسعار وكده، قولولي كده اسعار الطماطم عندكم ايه؟ يعني اكتبولي في الكومنتات. انا عارفة ان هي اسعارها حلوة اليومين دول ورخيصة. انا هجيب حبة ان شاء الله افرزهم، وان شاء الله هنزل لكم وانا بفرزها عشان رمضان. عايزين نعمل تفريزات رمضان مع بعض برضو. الطماطم اهم حاجة، لان الطماطم خلي بالكم هتغلى الفترة الجاية، وهي اسعارها حلوة جدا اليومين دول. وبرضو نفس الكلام في البانيه. البانيه برضو سعره حلو قوي اليومين دول. اللي يقدر يجيب دلوقتي ويفرز لرمضان يا ريت. هي كده كده هتعملي نفس التتبيلة ديت كده وتحطيها بعدها في الفيجيتار وتسيبيها في التلاجة او في الفريزر يعني. هتقعد معاكوا عادي لحد رمضان. بس كده خلصنا بقى كمية الطماطم. هنقطعها كويس ونضربها قوي في الخلاط. بصوا انا هامله ميه بس مش هخلص الخلاط على الاخر، نصه كده عشان ما تبقاش، عشان ما تطلعش بره وانا شغاله يعني. هنضرب الطماطم كويس جدا جدا في الخلاط. بعد ما هنضربها كمان هنصفيها. انا بحب اصفي جدا جدا الطماطم. بتفرق جدا في طعم وشكل ولون اي طبيخ او اي مكرونه. اي حاجه بتبقى تحفه لما تصفي الصلصه بتاعتها. يعني دي خطوة مهمة ما نستغناش عنها أبدا. الحالة الوحيدة اللي ممكن أستغنى عن تصفية الطماطم فيها هو المحشي، لأن كده كده بتقعد كتير على النار وبتحطي بصل وبتحطي خضرة وحاجات.
فعادي يعني. لكن المكرونة الطبيخ لازم نصفي الصلصة، حتى لو هي متفرزة وجيتي شلتيها من الفريزر وشلتي القشرة برضو بيبقى فيه بذور جوه. نخلي بالنا من النقطة دي كويس جدا. آم، بصوا يا جماعة، المكرونة والبانيه آه، هما يبدو للناس أكلة سهلة، وعارفة ان الناس كلها ممكن تكون بتعرف تعملها، بس انا قناتي مستهدفة ناس معينة، الناس اللي لسه بتتعلم الاكل، الناس اللي لسه لو حد عايش لوحده برا مصر، راجل او ايا كان بقى، يعني في ظروف كتيرة قوي بقى، في ناس لسه مبتدئة ومش عارفة اي حاجة بتتعمل ازاي. عشان كده انا متعمدة امشي خطوة خطوة ولحد ما نوصل للطعم الحلو جدا اللي انتوا عايزينه. انا جبت حلة سخنة، حطيت فيها شوية زيت ونزلت بالطماطم اللي متصفية. في طبق خارجي كده اكون عامله معلقتين خل وقرن فلفل حامي. اللي مش بيحب الحاجات السبايسي يستغنى عن برضو الخطوه دي، ممكن يبقى ما يحطش فلفل اصلا. انا حطيت فلفل حامي ومعلقتين خل وثلاث فصوص توم كده، والتوابل معلقه بابريكا ومعلقه بصل بودر ومعلقه توم بودر وكمون وفلفل اسود. هقلبهم حلو جدا على البارد، عشان التوابل لما بتبقى على البارد ما بتكلكعش. هقلبها كويس جدا، اتاكد ان مفيش اي كلاكيع. واول ما تغلي ههدي النار، مش هوطيها، ههدي النار بس بس انا بضرب بقى بمضرب بيض كده، بالمضرب اللي هو دوت، عشان برضو لو في اي حاجه في التوابل تتضرب كويس جدا، وعشان ما تبقاش مكلكعه. بص الطماطم حمرا ازاي وحلوه قوي 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 كده. الطماطم اتسبكت، هنزل عليها بقى بمعلقه زعتر. انا بعشق الزعتر في الاكل. جبت بقى، طلعت كده البانيه من التلاجة، كان بقى له حوالي تلت ساعة او نص ساعة عقبال ما عملت الحاجات اللي عملتها معاكم. هحطه كده في الفيجيتار، هطبطب عليه كده، هتك عليه جامد بحيث ان الفيجيتار يلزق فيه. ده مش نوع معين، ده انا جايباه من العطار. همسكه هطبطب عليه حلو جدا جدا من الجوانب كلها. هخلص الكمية واحطها في التلاجة، وهطلعها على زيت يكون سخن. هحطها، مش هقلبها غير لما تتشمع من تحت، وبعدين هقلبها توصل للون الذهبي اللي انا عايزاه، وهطلعها اصفيها واطلعها. انا بحب اعمل واحده واحده من البانيه علشان يطلع مقرمش. انا بحس انه اكتر حاله بيطلع فيها البانيه مقرمش لما يتعمل بالواحده. عادي لو انتوا عدد كبير وعايزه تعملي اتنين اتنين ان شاء الله برضه هتطلع تحفه معاكي، مفيش مشكله. بس احنا كده كده عددنا مش كبير، فانا بعمل واحده واحده عادي. كده انا شلت البانيهايه اللي اتعملت ونزلت بالتانية في نفس اللحظه عشان الزيت ما يغمقش مني، او الحاجات اللي بتنزل من الفيجيتار ديت في الزيت ما تتحرقش. كده الصلصه اتعملت، هقلبها في المكرونه. زي ما انتم شايفين المكرونه الزيت مخليها بتلمع، المكرونه نفسها بتلمع، مش ملزقه في بعض ومش معجنه، وفي نفس الوقت المكرونه مش نيه، حلوه جدا. قلبتها خلاص. في خطوة برضو اختيارية، لو عندك صلصة وعايزة تحطي معلقتين صلصة على صلصة المكرونة برضو بتخليها حمرة جدا، والكاتشب برضو بيدي مزازة. خلاص انا برضو عملت لكم كل الحاجات بأقل امكانيات. مرات كتير هتلاقوني بحط صلصة، مرات هتلاقوني بحط كاتشب. كده انا نزلت بكل الكمية بتاعة المكرونة اللي انا عايزاها، والبانيه عليها. بانيه لونه ذهبي وجميل ومقرمش، والطبقه بتاعته ما فكتش منه. انا ما بحبش بقى احط دقيق والحاجات دي. الصوت تحفه، طعمها تحفه، مقرمشه ومستويه من جوه وطريه. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. باي باي.